الجيش الاثيوبي بيتحرك للاشتباك مع الجيش المصري. تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي بيتدبر للجيش المصري من بدري، وليه الاخوان دايما بيطالبوا باسقاط الجيش المصري. اللي انتوا شايفينه ده توني بلير، وتوني بلير ده عنده معهد اساسه التخطيط وتدريب عناصر عربية من جميع الدول العربية لإثارة الفتن داخل الدول دي، وبالتالي يتم من خلالهم تكوين ميليشيات لإثارة الفوضى وإسقاط الجيوش، لأنهم شايفين إن جه الوقت إن الدول العربية لازم تتحول لدويلات صغيرة زي ما احنا بنشوف دلوقتي. طب ازاي الجيش المصري قدر يتحدى كل المؤامرات دي رغم ان دول كتير ضخت كتير من المليارات لإثارة الفتن والإسقاط الجيش؟ كل الحسابات المخابراتية والعسكرية والسياسية كانت بتقول ان الجيش المصري هيتم إسقاطه بطريقتين. أول حاجة الفتنة الداخلية، إن الشعب يبتدي يطلع في مظاهرات وتحصل انشغال زي ما حصل في ثورة يناير. في نفس التوقيت ده لما يحصل كده يبتدي الجيش المصري يتحاصر من كل اتجاهات حدوده. عندك حدود ليبيا اللي كانت بايظة، حدود السودان اللي كانت بايظة، حدود غزة اللي بايظة لحد دلوقتي، وبالتالي الجيش المصري مش هيكون عنده القدرة إنه يسد في كل الاتجاهات دي. وهنا بقى ما كانش حد هيتحايل عليك عشان خاطر تقبل بالتهجير. التهجير كان هيحصل غصب عنك، لا ده كمان حدود سيناء كانت هتروح منك. بس أجهزة دولتنا كانت أجهزة قوية جدا وصاحية للخطة من الأول. دربت الجيش الليبي وساعدته وأعادت إحيائه من أول وجديد، دربت الجيش السوداني وساعدته وأعادت إحيائه من أول وجديد، كسرت معاهدة كامب ديفيد اللي كانوا بيراهنوا إنك مش هتقدر تعملها، ودخلت بمعدات تقيلة وعملت قواعد عسكرية داخل الحدود اللي كان مش مسموح لك بيها أصلا إنك تعمل فيها كده. اللي بيوهمك ان الجيش المصري ضعيف وان مصر ضعيفه وما تقدرش تعمل حاجه، ده يا اما جاهل ومش فاهم حاجه، يا اما اخواني خاين. خليك واثق في جيشك وقياده بلدك، وتحيا مصر.